يا صباح الورد والفل والياسمين، صباحكم هنا وسعادة وراحة بال، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا أجمل مملكة في الدنيا، أو مساء الورد والفل والياسمين حسب بقى التوقيت اللي انت بتشاهدي فيه الفيديو. أنا ريهام أحمد ودي قناتي. لو لسه أول مرة بتشوفي قناتي ما تنسيش يا قلب أختك تنوريني كده اشتراكك الجميل. هستنى بقى تعليقك وهستنى اشتراكك في قناتي. اضغطي ضغطة بسيطة كده على علامة الاشتراك، هيطلع لك 3 خيارات، اختاري اول خيار فيهم وهو الكل، عشان كل ما انزل بوست جديد لايف جديد على قناتي يوصلك اشعار بيه، تدخلي تنوريني باحلى لايك من احلى اخت في الدنيا. هستنى بقى احلى تعليق واحلى لايك منك، وادخلي برجلك اليمين بقى وتعالي نشوف احنا هنعمل ايه النهارده في الفيديو. النهارده بقى فيديو جديد على قناتي وروتين جديد كمان في حياتي، حبيت ان انا اشارك يومي البسيط ده معاكم. فيلا بقى نذكر الله كده في اول الفيديو وناخد حسنات مع بعض ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد تنفك بها الكرب وياتي بها الفرج. اول ما نلاقي بقى نسايم الشتا كده هل علينا بنبقى يعني ايه ما بين الفصول كده، تحسوا ان في لخفنه شويه. انا ورايا حاجات كتير، ورايا غسيل، ورايا تنظيف، ورايا تخريج الهدوم الشتوي وشايلين الهدوم الصيفي، فبتبقى تحسوا ان الايام دي بتبقى مدعكه شويه. فاليومين دول بقى ربنا يعين كل واحد على اللي هو فيه. اسفه طبعا على انقطاعي عن تنزيل الفيديوهات ال3 ايام اللي فاتوا، لان كان في مشكله في النت، وكمان انا ما كنتش فاضيه خالص ان انا اصور ومنتج واعمل دي حاجات دي كلها. فكان عندي شويه توضيبات كده على السطح عملتهم، هوريكم الفاينل الاخير او الفينش الاخير اللي عملناه على السطح بامر الله في الفيديو اللي جاي. ما صورتش طبعا وانا بننظف وبنعمل، لان كان في دربكه كتير وحاجات كتير كده حصلت. فكان 3 ايام ورا بعض، وكان كمان معاهم جاء انقطاع النت. كان في مشكله في الخط الارضي والنت انقطع عندنا كام يوم كده. فمعلش يعني قدر الله ما شاء فعل، بس انتوا وحشتوني بجد، وحشتوني جدا جدا جدا. دلوقتي بقى ايه، انا في اوضه الاطفال. الولاد بقى من اول ما لقوا النسايم الشتوي كده جات، او الدنيا كده يعني تحسوا ان هي بروده كده. يا ماما خرجي لنا الشتوي، يا ماما عاوزين نلبس شتوي، يهديكم يرضيكم اصبروا شويه لسه بدري، لسه الناس مصيفه، لا صحابنا لبسوا خريفي، يا ماما لبسينا خريفي زيهم، عاوزين حاجه بكم. فكنت شايله بقى الشتوي كله حطاه في الشنطه اللي هي الحافظه دي، وكنت حطاهم تحت السرير، حافظاهم تحت السرير. طلعوهم بقى ايه يعني، مش حاصل لهم حتى التطبيقه زي ما هي، مش حاصل لها اي حاجه. جبت الشنطه بقى من تحت السرير وقلت اطلعها لهم، لان ايه فيها الهدوم الخريفي كلها اللي هي تنفع ما بين الشتاء وما بين الصيف، فيها لازم ان هي تخرج. وكمان خلاص بقى ما ينفعش يلبسوا قطات والحاجات دي في الجو اللي احنا فيه ده. بيبقى الصبح لابسين عادي، لكن بالليل كده تحسوا ان هي رطوبة كده، وبيبقى وراهم درس متأخر، بيجوا من الدرس الساعة 9:30. فقلت لا، يعني انا ممكن مثلا اخفف لهم بالنهار واتقل لهم حاجة بالليل على كده. فقلت اطلعها لهم بقى، يعني ايه يوم كده دربكة. واليوم ده عاوزة اقول لكم بيبقى رخم، يعني رخم جدا. تنزيل الدولاب وتنظيف الدولاب ورصاصان رص الدولاب وكده، بيبقى يوم متعب بجد. فاللي كان بسطني ان انا كنت بخرج الحاجة من الشنطة، علشان انا رصاها اساسا متطبقة ومعدولة كده. بصوا انا بطلع الترنج يعني البنطلون في التيشيرت وبرصه كده، مش محتاج يتعمل فيه اي حاجة تاني. فخرجت بقى الهدوم هرصها في الدولاب. عاوزة بقى اكلمكم في موضوع يا بنات اللي وصل بقى لحد هنا في الفيديو. عاوزة اقول لكم ان العناوين بتاعت فيديوهاتي في ناس بتدخل تعلق عليها. يعني في واحدة الفيديو اللي فات بتقول، مش فاكرة هي كانت كاتبة كلمة كده على العنوان. العنوان ده اساسا مش بيبقى مضمون الفيديو. انا مش من الناس اللي بيدخلوا اللي بيبقوا كاتبين لكم عناوين فيك حاجات من دي، ان مثلا حماتي ضربتني، انا اتخانقت مع حماتي. انا بحبش المواضيع اللي زي دي. فبعمل ازاي لو مفيش موضوع في دماغي خالص، بقوم لفة كده على اليوتيوب، وكل اليوتيوب بيعمل كده. هتلاقوا اساسا العنوان الواحد متكرر على جميع القنوات اللي في اليوتيوب. مش شرط انك مثلا تقولي انا دخلت النهارده روقت اوضه الاطفال، انا النهارده بخرج الشتوي، انا النهارده. هو لازم يتكتب عنوان ملفت، وانا بحبش العناوين الملفته، اللي حماتي ضربتني، جوزي ضربني، انا هتطلق، انا هعمل، اتخانقت مع جوزي. انا بحبش العناوين اللي من النوع ده.
نهائي. هتلاحظوا ان مفيش ولا عنوان نزل بالنوع ده على قناتي. فبحب مثلا دعاء، حاجة زي كده، ان عنوان عجبني على قناة معينة فجبته وحطيته. كل القنوات بتعمل كده، مش قناتي لوحدها. فاللي يعجبه العنوان ويدخل يا ريت يعني ايه يحط لايك، او اللي يعجبه الفيديو اساسا يحط لايك، واللي مش عاجبه عنوان الفيديو يخرج من غير يعني مش محتاجين دخول حضرتك. يعني انت شايفة ان العنوان مش عاجبك مثلا بتاع الفيديو، ما تتكرميش حتى انك تدخلي القناة. مش عايزاكي في قناتي اساسا. انا عاوزة الناس اللي بيحبوني، الناس اللي متفهمين ريهام، الناس اللي متفهمين عيشة ريهام، وضع ريهام. في ناس بقى قمر زيهم يعني كده، والله العظيم انتوا مش عارفة ايه الفرحة اللي انتوا بتدخلوها على قلبي دي. في ناس عسلات بيخشوا كده، ايه يا جدعان انا اميرة البساطة. والله العظيم يعني في واحدة مسمياني انت اميرة البساطة على اليوتيوب، عسولة قوي. وفي ناس يقولوا لي انت بسيطة جدا يا ريهام، احنا بنحب فيديوهاتك البسيطة. فبالنسبة بقى للناس دي ربنا يجازيكم كل خير وخير، ويدخل الفرحة على قلوبكم، اللهم امين. ما تعرفوش كده الفرحة دي جاية لكم منين يا رب، ويرضيكم يا رب من حيث يعني اقول ايه، مش عارفة والله العظيم. في ادعية كتير في قلبي، وكفاية الادعية اللي انتوا بتاخدوها مني لما تكتبوا لي كده تعليق حلو كده، الاقي تعليق حلو كده مكتوب منكم. فروحوا ربنا يديمكم نعمة في حياتي، الناس الحلوة بس اللي بتحب ريهام، بتحب فيديوهات ريهام، بساطة ريهام، كل حاجة كده إن ريهام تنزلها. فربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين، وما يبعدناش عن بعض طول العمر، وتفضلوا سند كده ليا بعد ربنا. دلوقتي بقى عملت ايه؟ تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه عشان رغينا كتير. عملت ايه؟ نزلت بقى الصيفي كله. نزلت الصيفي على الارض وانا واقفه، تمام. وبعدين جبت الشتوي رصيته. بصوا بقى الصيفي ده انا هعمل فيه ايه. هشيل بقى اللي هم القطات كلها اللي ما ينفعش تلبس في الجو ده. هشيل مثلا في حاجات كده الخروج بقى، اللبس اللي هو الفشتشي دي ولا بيقولوها ايه شفتشي. هشيله كله، بحيث بقى مش هينفع ريماس تلبسه دلوقتي خلاص. الشورتات والحاجات دي كلها هعبيها في الشنطة تاني مكان ايه الشتوي اللي انا ايه خرجته، تمام. وهعمل ايه بقى؟ هسيب لهم كل واحد ترنجين اتنين بره. هو عامة عندي غسيل، وفي ترنجات لسه في الغسيل. فانا هعمل ايه؟ هرص الدولاب، وهسيب الشنطة اساسا بره اللي انا بحفظ فيها الهدوم. مش شايلة صيفي دلوقتي خالص، هحط فيها بس الموجودين في الدولاب. ومانيش شايلاها، مش حافظاها تحت السرير يعني، غير لما ايه بقى في الاخر خالص، يعني ايه يومين 3 4 كده لما ندخل كده في الشتاء اللي هو ما ينفعش بقى يلبسوا نص كم خالص. وفي كمان حاجات بنص كم انا بسيبها لهم اساسا، ان انا البسها لهم تحت الهدوم. ساعات ظروفي ما بتسمحش ان انا اروح اشتري دفايات جديده في الشتاء، او اجيب لهم يعني اطقم جديده وكده. فبلبسهم حاجات بنص كم كده بتدفيهم، يعني حاجتين 3 بنص كم عليهم التيشيرت بره. دي الحاجات دي بتدفيهم. مش هشيل الشنطة خالص، هحطها كده جنبي على يعني في جنب كده في الأوضة، بحيث بقى أي حاجة أنا مش محتاجاها أقوم حاطاها. وفي الآخر خالص هقوم شايلة رافعة مرتبة السرير وحاطاها، وده بيبقى أفضل لي أنا. حتى وأنا بشيل الصيفي بسيب حاجتين برضو شتوي. يعني أنا كنت سايبة لهم غيار واحد اللي هو ترنج واحد خريفي، بحيث ان هما الجو اول ما رطب كده قاموا لابسينها. فعاوزين بقى ترنجات تانية، فقمت ايه اضطريت بقى ان انا افتح الشنطة واطلع لهم الترنجات كلها، لان فيها الخريفي وفيها ايه الحاجات يعني اللي هي تنفع تلبس في الجو ده. بغض النظر بقى عن الفانيلا اللي انا رايحة جاية بيها باينة من الترنج دي مش عارفة هي بانت ازاي لكن معلش يعني عادي عدوها. جبت بقى ايه بقيت الضلفة كده من تحت، كان فيها الالعاب بتاعتهم، كان فيها ثبت الالعاب اللي ورايا ده. كان مبهدل الضلفة. اما اجي افتح الضلفة بتاعت احمد ما بتنفتحش قوي، ما بتجيش للاخر، وبتبقى معكساني كده في الالعاب بتبقى عاملة على الباب ذات نفسه بتاع الضلفة. فشلتها خالص، هحطها كده في جنب بره على بال ما ايه منزل بقى اجيب لهم ثبت العاب تاني، بوكس العاب تاني. والبوكس اللي بجيبه اساسا هو بيبقى بيتقفل، لكن ده بوظوه وكسروه، فالغطا بتاعه متشال. قلت لا، انا بدل ما انا هبوظ الدولاب كده، والدولاب لا بينفتح ولا بيتقفل، وبنحتاج بقى ان احنا نزق الالعاب لجوه، وتحسوا ان هي غلبه كده في الفتحان والقفلان بتاع الدولاب. فقلت لا، انا هشيله بقى احطه في جنب كده. واللي هتلاحظوه بقى ان انا هشيل التربو اللي ورايا ده اللي هو التربو الاحمر، هحطه بقى ايه بره
فانا قلت طالما ما في مستخدمه فيه حاجات بتاعه المطبخ، حاطه فيه بطاطس وبصل، فهطلعه بره خالص لان ما فيش مكان في المطبخ اساسا ان انا احطه فيه. هطلعه بره باب الشقه، فحطيته على باب الشقه بره. لو وصلت لحد هنا قلب اختي فاكيد الفيديو عجبك، فانا بفكرك لو الفيديو عجبك حطي لي احلى لايك من احلى اخت في الدنيا. هستنى لايك وتعليق منك محفز كده انك تحفزيني بيه. استمري يا ريهام، دعوة حلوة، اي حاجة كده تشجعني ان انا اكمل. فدلوقتي بقى ايه، طلعت بقية الضلفة التانية اللي هي بتاعت احمد. بعد ما نضفتها طبعا من فوق، في حاجات بقى ايه، في ملايات محتاجه ان هي تتشال. انا حاطه الملايات اللي هي بتاعت الهدوم بتاعت السراير الكبيره في مكان، والملايات بتاعت السراير الصغيره في مكان. وقلت بالمره بقى طالما انا منزله الدولاب وهجهزه، فقلت بالمره بقى ايه اشيل كل حاجه في الدولاب ويتنضف بقى ويبقى على رواقه كده، والدولاب ايه يبقى فل شمعة منوره. خليته قشطه كده يا بنات، يعني كل حاجه رصيتها في جنب. وشلت بقى لما شلت سبت الالعاب ده وسع لي شويه ان انا استغل كمان رف تحت. فكل ده كان استغلال المكان اللي عندي. فحلو قوي يعني. بعد كده انت بتتعبي ساعتين، يعني مثلا نقول ساعتين 3، بتتعبي يوم يا ستي، بلاش ساعتين 3. بس بعد كده بتفتحي الدولاب. يعني احمد فتح الدولاب النهارده بيقول الله يا ماما شكله حلو قوي. قلت له بقى حافظوا عليه. يعني الولاد لما بييجوا يجيبوا حاجه هم اللي بيوقعوا، هم اللي بيخربوا. طبعا لما ابقى اطبق الهدوم اجي احطها، ساعات بكسل بقى ان انا انزل الهدوم التانية اللي قبليها واقعد بقى اطبق لسه من اول وجديد. فساعات اصلا بيبقى كسل، وساعات بيبقى الوقت مضغوط انك مش عارفة اصلا هتعملي ده كله امتى، يعني بيبقى وراكي حاجات تانية لسه هتقعدي وتعيدي على الدولاب تاني. فالولاد هما اللي اساسا اللي بيبهدلوا، ربنا يعني ايه، ربنا يخليهم يبهدلوا مش مشكلة. احنا يعني ماما بتقول انتوا مالكمش لازمة في الدنيا غير انكم تنظفوا ورا ولادكم. كده بقى رحت على اخر ضلفة. ودي اخر ضلفة دي برضو كان التربو اللي انا كنت حاطاه قدامها ده كانت معكساني. عيب الاماكن الضيقة اسفة. عيب الاماكن الضيقة في كده. هنا بقى رصيت اللي هو على الشماعات، لان الضرفة دي شماعات. بص انا كنت جايبه الجاكيت ده لاحمد، كان عامل 125 جنيه. هو جاكيت فرو كده بولار، تحفه جدا، عجبني قوي قوي قوي. المشكله ان انا رحت في الاخر ما كانش فيه غير الوان تحس ان هي فقع لبني وبامبي وكده. واشتريت ده الريماس عامل 500 جنيه، لان الريماس كانت رايحه على اساس ان هي هتجيب واحد زي بتاع اخوها اللي هو البولار ده. فكان عندها اساسا واحد من السنة اللي فاتت بولار. فقلت مش مشكلة بقى، رايحين عشان نجيب واحدة. اقتربت صلاة الجمعة. ما لقيناش على مقاس ريماس، كانت المقاسات كلها خلصت لان انا رايحة في الاخر اساسا. فقلت لها نجيب واحد تاني فاختارت ده. الاسمر بقى بيبقى وحش جدا 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 في اللبس بقى والحفظ والغسيل وكل حاجة. كنتش حابة ان انا اجيب لها واحد اسمر خالص، فهي شبطت فيه. فقلت مش مشكلة. علقته بقى على الشماعة كده، لو تلاحظوا وانا بعلقه ان انا اخدته وقلبته عشان بس ما يلمش وبره، ما يلمش اي حاجة من الدولاب. هنا بقى بالمرة كده قلت اعدل بقى الضلفة بتاع الستاير دي، الرف بتاع الستاير. آه، عدلته بقى وحطيت الستاير كلها ورجعت كل حاجة مكانها وخليت الدولاب قشطة فل شمعة منورة كده. ينفع عليكم انكم تقفوا قدام والله العظيم. خلاص بقى كنت خلاص شطبت الدولاب. هحط بس الستارة كده في الارض وخليت الدولاب يعني كده بينور. اي هدوم بقى هلاقيها كده هرجعها مكانها تاني، لان طبعا بيبقى ايه بنطلون لسه فاضل، شورت لسه فاضل كده. هنا كنت بتخانق مع ريماس، كانت ما صدقت بقى ان الهدوم خلاص طلعت وعاوزه تلبس حاجه قطيفه. فانا بقول لها الجو ده اساسا ما ينفعش يتلبس قطيفه، ده ما ينفعش اساسا يتلبس في خريفي، لسه الدنيا حر. بالنهار بيبقى حر وبالليل بيبقى ساقعه. يا ماما انا ماليش دعوه هلبس قطيفه. قلت لها والله العظيم ما انت لابسه قطيفه. طلعت لها واحد اللي هو الخريفي، اللي هو مش ما فيهوش اساسا قطيفه، لان طبعا ممكن تتحر، ممكن تحتاج ان هي تصيف تاني. فكل ده هيبقى على دماغي انا، هيجيلها برد حاجه كده لا قدر الله. فقلت لها لا، قطيفه مش ملبوس دلوقتي. وهنا بقى قلت اروق السرير. كنت شايله بقى الملايات وكنت سايباها للاخر ان انا انضف الاوضه تنفيضه واحده. هجيب بقى الملايه وافرش لهم ملايه نظيفه، لان الملايه التانية حطيتها في الغسيل. هنا بينو بقى كان مزهقني وما بيسيبنيش لحظة يعني. طول ما انا موجودة في المكان هو جنبي. في ناس قالت لي يا ريهام بلاش القطط موجودة في البيت لانها بتجيب امراض وكده. القطط احنا متعودين عليها. انا عن نفسي متربية مع القطط، يعني احنا بنحب قطط جدا 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 عند ماما.
كانت من صغرنا كده وهي احنا متربيين في وسط القطط، فالحمد لله يعني ما شفناش اي حاجه وحشه. هو المفروض بصوا انا هعرفكم حاجه، القطط بس عيبها الوحيد انك يعني ايه، اسفه في الكلمه، التويلت او الحمام بتاعها ان ما يجيش ما يلمس ايدك. ده ده استبعاد للامراض بتاعتها، لو لمست ايدك الحمام بتاعها طبعا بامراض الدنيا. فانا بحاول بقدر الامكان طبعا محافظة على كل حاجة، الرش برشهوله، التطعيمات بتاعته ما فيش حشرات الحمد لله، والكلام ده كله محافظة عليه. القط ده جاي لي بيبي صغير كده، حاولت ان انا احافظ عليه لان كان عندي قطة قبل كده وتعبت مني وجالها حشرات، فانا بعتها يعني سربتها، فزعلت جدا جدا، اتأثرت نفسيا وتعبت بعديها ان هي بعدت عني. فجبت ده عشان ايه، يعوضني عنها، وجبته بيبي عشان يبقى ايه، متعود علينا، اتعود على الولاد بقى وحبيني وحب الولاد. بقى له فترة هي معايا، فحلو قوي وكيوت قوي، يعني مش شايفة منه اي حاجة غلط. تمام. انا عارفة ان انتوا خايفين عليا وخايفين على ولادي، لكن ما تقلقوش والله العظيم انا واخدة كل احتياطاتي. والناس بقى مش عارفة، هو الصراحة انا مش عارفة القطط دي بتجيب امراض ولا لا، لان انا طول عمري معاها، وولادي واخواتي طول عمرهم معايا، يعني الحمد لله الف حمد والشكر ليك يا رب، كلنا معانا بعد الطفل 2 و3. مش شفناش حاجة منها. المفروض ان القطط دي بيقولوا بتمنع الخلف، فاحنا مش شفناش اي حاجة منها وحشة الحمد لله. المفروض يعني بس هي اهم حاجة المحافظة بس مش اكتر. روقت بقى السرير اللي تحت وعدلته وطلعت بقى على السرير اللي فوق كده. هعمله لهم برضو، هفرش لهم برضو. عاوزه اقول لكم ان السرير اللي بدورين ده حلو ومش حلو في نفس الوقت، حلو كأنك بعد يعني عيل عن عيلة، عيل عن عيل، انتوا فاهمين الكلام. فمش حلو بقى في ان شفتوا انا متسلقه فوق كده، وتحسوا ان مبتبقيش واخده راحتك وانت بتفرشي وانت بتعدلي السرير، فبيبقى رخامته بس في الفرشان مش اكتر. لكن هو حلو يعني الولاد فرحانين بيه وحابينه، وان انا بعد بنت عن الولد وكده يعني مش اكتر. هجيب بقى انا دلوقتي فرشت اسمها ايه، اللهم ذكرني، حطيت الستارة وهجيب بقى الفرشة بتاعت السرير. مش عارفة اساسا هي الكاميرا عملت كده ليه، كنت عادلاها لكن اتضح ان هي جايباني نصي بس. حلوة الملايات دي برضو بتاعت الاستيك دي، انا يعني شكرا لكم فيها. لكن عيبها ان انا مبعرفش اطبقها نهائي. بحس ان انا كده بكلكعها ببعضيها، بترجع بقى للقماشة. القماشة ايه يعني بتتفرد ولا بتحتاج انك تكويها؟ القماشة دي حلوة ما بتحتاجش ان هي تتكوي ولا بيجرالها اي حاجة، لو مسكتها كده كلكعتها وحطيتها في الدولاب ما بيجرالهاش حاجة. هنا بقى الحتة دي انا بعدلها لما بنزل من على السرير. روقت كل حاجة ورجعت كل حاجة مكانها. لو وصلت لحد هنا فهستنى اللايك بتاعك، كل شوية بفكرك اهو عشان انتوا يعني مقصرين معايا في اللايكات جدا. هنزل بقى واقوم عادله، بصوا اهو الاستيك بينعدل كده، خلاص الملايه كده اتلبست خلاص وفله. هعمل ايه دلوقتي، هجيب بقى الارضيه كده، هكنس الارضيه كنسه حلوه. بصوا انا حاسه ان الروتين ده ناقص حاجات. ايه هي الحاجات دي يا ريهام؟ ان انا ما شلتش المرتبه دي ونضفت تحت السرير، فدي حاجه انا سهيت عنها. انا بقول لكم اهو ان انا نسيت، يعني كان في دماغي ان انا اعمل كده، لكن بجد والله العظيم دربكة الكام يوم اللي فاتوا من دول على السطح وكده، فتعبت وجسمي كان تعبان يوميها. فحاولت بقدر الامكان ان انا اعمل الروتين بحيث ان انا ابقى عامله لهم الروتين ونضفته وطلعت الشيت وكده، والروتين حلو في الاوضه، ورجعت لهم الاوضه نظيفه. لكن بجد الحتة دي انا نسيتها، مش عارفة عدت عليا ازاي، لكن عادي يعني هو تحت السرير نظيف. انا كل شوية اجيب يعني امد ايدي اجيب حاجة. انا حاطة الرز تحت السرير كده في حلة كده متغطي تحت السرير، فدايما بقوم شايلة المرتبة وجايبة من تحت السرير اي حاجة بقى بلاقيها بايظة بقوم عدلاها اول باول. تمام. هنا بقى شلت الشنط، هي الشنطة بقى بصوا انا قايله لكم هحط الشنطة كده مكانها هنا بره، بحيث ان انا لو احتجت ان انا ادخل فيها اي حاجة تاني. اجيب الفرشه بقى دي وافرشها كده. الولاد بيقولوا لي يا ماما هي دي فرشه العيد انت فرشها لنا ليه؟ قلت لهم مش مشكله، تقضي كام يوم كده وبتبقى سهله في الغسيل فاغسلها. هفرشها لهم كده لان الفرشه بتاعت الارضيه ما كنتش لسه غسلتها. فانا بحب لما اروق تكون الفرشه بتاعت الارضيه نظيفه مفروشه نظيفه كده، مغسوله بقى، الدنيا كلها نظيفه، كل حاجه مفروشه ايه، نضيف في نضيف.
كده كنت خلاص خلصت الأوضة كلها بعد الفرشة بتاعة الأرضية بقى، وده كان الشكل النهائي بتاع الأوضة. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم كده واستفدتوا منه حاجة ولو بسيطة جدا جدا جدا، او حبيتوا ريهام. يعني انا محتاجة حبكم انتوا مش اكتر. لو الفيديو عجبكم بقى متبخلوش عليا بأحلى لايك من احلى اخوات في الدنيا. هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. استنوني في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله.